في معظم البيوت المصرية زمان كنا لازم نعمل الخشاف ده على الفطار كل يوم، وبرضو لو بنرحب بضيوفنا ونقول لهم اهلا وسهلا بيكم بنكون برضو عاملين احلى خشاف مصري على فطار رمضان. احنا مثلا في بيتنا كنا كل يوم بعد الفطار واحنا بنتفرج على الفوازير كانت ماما تيجي تقعد معانا وتجيب البلح واليميش، ولما نشوفها كنا نساعدها ونعمل معاها، وكان لازم يبقى بلح ناشف، واليميش هو التين والمشمشية وكمان القراصية، وما ننساش القمر الدين ده اساسي في الخشاف. وعموما سواء بلح ناشف او تمر طري اوعوا تنضفوه بمناديل، لا اغسلوه كويس جدا تحت الميه الجاريه لحد ما تبقى نظيفه فله كده. وكانت ماما بتفتح البلح الناشف بتدق عليه بايد الهون، وده اسهل طريقه لفتحه عشان نشيل منه النوى. والقراصي كمان ما كانش فيه الدلع اللي زي دلوقتي متشاله منها البذر، لا كنا بنفتحها بالسكينه ونشيل منها البذره كده. ممكن كمان تقطعوها بالسكينه نصين لحد ما تخلصوا كل الكميه. وحتى المشمشيه كده برضو بنقطعها بالسكينه نصين، والتين كمان نفس الكلام. وده كله لسهوله اكلهم، لو حابين تسيبوهم زي ما هم براحتكم. ونجيب بقى بوله كبيره ونحط فيها نص لفه القمر الدين لو حابينه يكون تقيل، وبنقطعه قطع صغيره بايدينا او بالسكينه. وما تنسوش تاكلوا حته منه كده بيبقى طعمه خطير. وحطوا بقى كل اللي انتوا حضرتوه، البلح والقراصيه والمشمشيه وكمان التين. لو حابين تحطوا معلقه سكر حطوا، لو مش حابين ما تحطوش، واعتمدوا على سكر البلح واليميش. وادوهم تقليبه بسيطه كده واغمروهم كلهم بالميه العاديه مش سخنه، وغطيهم كويس جدا وحطوهم من بالليل في التلاجة لتاني يوم للفطار. طلعوه بقى من التلاجة وهتلاقوه بالحلاوه وبلونه الخطير ده. هتلاقوا بقى كل حاجه دايبه، القمر الدين دايب وادينا اللون والتقل ده، ولا البلح الناشف طري ومتشرب من قمر الدين وطعمه بيجنن. شايفين تقول قمر الدين ولا لونه؟ مش قادره اقول لكم كمان على ذوبان اليميش وطريانه وتشربهم من طعم القمر الدين، وهم كمان منزلين من حلاوتهم وطعمهم فيه. حطوهم بقى في كوباياتكم الحلوه او كاساتكم وكلوا واشربوا واستمتعوا باحلى خشاف مصري دايب وبارد ولذيذ. افتكروا بيه ايام زمان وايام ما كان كل حاجه بسيطه كانت بتبسطنا وتسعدنا. وبألف هنا، وكل سنه وانتم طيبين.